دي حاجة حلوة ولا وحشة عشان هاخد الكورس عشان ابقى ميديا باير. هو الفيديو ده هيكون طويل سيكا، بس هيكون بيجيب لك الخلاصة في الحتة بتاعة الميديا باينج والاي اي، وهل الاي اي او تطور الاي اي بيأثر عليك كميديا باير او بيأثر على الفرص بشكل عام في مجال الميديا باينج. لونج ستوري شورت، 100% تطور الاي اي بيأثر على مجال الميديا باينج وعلى الفرص اللي موجودة في مجال الميديا باينج. طيب ده بيتم ازاي وازاي تتفادى الحته بتاعت ان انت ما تتاثرش بتطور الاي اي، بالعكس تكون كومبetitive اكتر وبيجي لك فرص اقوى؟ ده اللي هشرحه في بقيه الفيديو. هو دلوقتي الاي اي او كان زمان يعني الفكره ان الشخص اللي عايز يتعلم في مجال الميديا باينج كان بس يكون محتاج يعني يتعلم فيسبوك ادز ويكون بيعرف يلانش كامبينز ويمونيتور البادجت. خد يا باشا دول 1000 2000 10000 لانش بيهم كامبين وخلاص، يجي لك رسائل، يجي لك بيرشيسز وكله تمام. لحد بقى ما الموضوع بدأ يكون كومبetitive اكتر ومتطور اكتر. طيب ايه اللي حصل؟ الفكره ان دلوقتي الاي اي يعني فعلا زي ما ناس كتير بتقول بقى هو اللي بيحدد التارجتنج او الحته ان انت ازاي تتارجت اودينس يتماشى مع البراند اللي انت بتمانج ليه الكامبينز. طيب انت دورك بقى كميديا باير بقى فين؟ انت اخر حاجه بقيت محتاج ان انت تبص فيها هي الادز مانجر بتاعه البلاتفورم اللي انت شغال عليها، ايا كانت هي ايه، ميتا، تيك توك، جوجل ادز. في دلوقتي عناصر كتيره جدا بتاثر على نجاح الكامبينز بتاعتك بره الداشبورد خالص، او العناصر التانية دي كلها هي اللي بتكون البرودكت. الداشبورد بيكون البرودكت بتاع نجاح العناصر دي. طيب عناصر زي ايه؟ زي مثلا البرايسنج، زي مثلا التكنولوجي اللي شغال بيها الويب سايت، زي مثلا التراكنج سيت اب. كل دي حاجات انت محتاج تتعلمها كميديا باير عشان تبتدي ان انت تكون زي، يعني انا بحس ان الميديا باير بقى دوره اكتر كبزنس كونسلتنت فاهم في التكنولوجي شويه. انت محتاج تكون الشخص ده، يعني هي دي وجهة نظري الخاصة بصراحة، مش مبنية على دراسة او حاجة زي كده، بس انا بحس ان انت بقيت زي بزنس كونسلتنت بتمانج الادز للبيزنس ده وبتشوف كل الاسبيكتس اللي ممكن تأثر على نجاح البيزنس اللي انت شغال عليه وبتبتدي تكوميونيكيت ده مع البيزنس اونر او مع الكلاينت اللي انت شغال معاه. طيب لو انت لقيت مثلا مشكله في التكنولوجي بتاعت الويب سايت مثلا، يعني انت شغال اي كوميرس والويب سايت معمول باودو، يعني في اي كوميرسز معموله باودو، فاودو ده اسوأ حاجه ممكن تعمل عليها ويب سايت ان انت تبيع عليه. عندك حاجات زي شوبيفاي، يعني ورست كيس سيناريو يستخدم وورد بريس مع او كوميرس بس مش اودو نهائي. فانت لو الويب سايت اللي انت شغال عليه معمول باودو وهو شغال اي كوميرس هيلاقي اسوأ نتائج على الاد سبند بتاعه. فانت قبل اصلا ما تدخل الادز مانجر ودخلت لقيت التكنولوجي اللي معمول بيها الويب سايت اودو، فانت هتقول له لا يا باشا مش هينفع نشتغل ادز غير لما نغير التكنولوجي بتاعت الويب سايت دي، عشان انا بساعدك ان انت تاخد اعلى ريتيرن اون اد سبند من الفلوس بتاعتك. حلو. طيب انت دورك بقى كبزنس اونر او كمانجر لشخص ميديا باير حاجتين. اول حاجه ان انت تختار الشخص المناسب او